مساء الخير، عاملين ايه؟ في موقع انا محتاج ان انا اشاركه معاك. الموقع ده هيفيدك كتير جدا، هو اسمه انجفيد. الموقع دوت عليه مجموعة من المدرسين. لما بتيجي تدخل على الموقع بتختار المستوى اللي انت عايز تبتدي بيه، وبتختار انت محتاج تركز على ايه بالظبط، وبتختار المدرس. بيبقى في مجموعة من الفيديوهات كده، بتختار منها الفيديو اللي انت عايز تبتدي بيه وتاخد الملاحظات بتاعتك، وبيبقى فيه كويز في الاخر. انا بنصحك انك تشتغل على الموقع دوت، هيفيدك كتير، ونيتف هتتعلم من نيتف وما بتدفعش تكلفة مادية في فلوس. الحاجة التانية انا بكلمك فيها، لو انت حاسس ان مفيش اي تقدم فده طبيعي، في حالة لو انت كل يوم انك بتعمل اللي عليك، انك بتعمل شادوينج، انك بتسمع انجليش، انك بتقرأ انجليش، انك بتحاول انك تفهم جرامر، مش بتذاكر جرامر. يعني بفهم جرامر ازاي؟ يعني مثلا انا النهارده ذاكرت الماضي البسيط. انا منكرش ان مشكله الجرامر دي موجوده عند كل، حتى انا بعاني منها برضه. بس النهارده انا ذاكرت مثلا فليكن الماضي البسيط. تمام، حلو قوي. مش هقعد بقى اسمع الماضي البسيط، لا، انا النهارده هكتب مواقف في زمن الماضي البسيط، ده الاصح. تمام، حلو قوي. وارجع هشوف انا الجرامر بتاعي صح ولا غلط، ده اللي بيعلمك. الحاجة التانية، لو انت بقى مش حاسس بأي تقدم ولا أي تحسن، وانت ما بتعملش اللي عليك في بعض الأحيان زي حياتي مثلا، فانت من فضلك خد وقفة مع نفسك. انت عايز ايه؟ خد وقفة مع نفسك في الموضوع دوت، لأن ده هيفرق معاك. الحاجة التانية، من فضلك كل يوم خد كل يوم خطوة بسيطة. يعني القليل دائم خير من كثير منقطع. تمام، دي حاجة. الحاجة التانية، انت لو ما حسنتش نفسك النهاردة، امال بكرة هتعمل ايه؟ طب ما انت بكرة برضو مش هتحسن من نفسك، وبعده هتلاقي فيه سنة مرت. تمام. فمن فضلك ادخلوا على الموقع دوت، انا عامل فيديو كده ازاي تدخل على الموقع، هيفرق معاكم. وفي نهاية الفيديو لايك سبسكرايب شير لو الفيديو عجبك او انك حاسس باستفادة. الموقع هسيب لكم اللينك بتاعه موجود في اول تعليق. سلام. في موقع كويس جدا هيساعدك انك تتحسن في الانجليزي بشكل كويس قوي. ياريت تتابع معايا الخطوات دي. تدخل على الموقع اسمه انجفيد، تكتب كده انجفيد، بيظهر لك، تضغط عليه. اما بتيجي تدخل على الموقع دوت، بتختار المستوى الخاص بيك. اول ما بتدخل على all lessons، كل الدروس. تمام. في الجنب كده في ايقونات، يعني مثلا زي ما هوضح لحضراتكم، مستوى المتوسط وللمبتدئ والادفانس. انا عن نفسي هختار المستوى ايه، الادفانس. تمام. بعد ما اختار المستوى الادفانس، كل اللي انا محتاجه ان انا اختار بعد كده المدرس. انا هختار أليكس. وبعد كده انا محتاج ان انا اركز على السبيكينج. وبعد كده find lesson. find lessons هم 10 دروس، بتختار اي درس فيهم وتبتدي مثلا تتابع معاه الفيديو على يوتيوب، وتحاول انك تذاكر وتاخد الملاحظات بتاعتك. في الاخر خالص بيبقى فيه كويز. نصيحة مني، حل الكويز. مش مشكلة انك تغلط، مش مهم ان انت بس تتعلم من غلطك. وبعد كده بتقرا كده زي محادثة موجودة، وممكن تفيدك في بعض الكلمات. هو ده الموقع، وانا كنت حابب ان انا اشاركه معاكم، اسمه انجفيد. هيفيدكم كتير وانا بالفعل استفدت منه.